السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. كل سنة وانتم طيبين. الليلة أول ليالي شهر رجب المبارك. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. وكل سنة وانتم بألف خير. كنت وعدتكم طبعا ان احنا هنعمل فيديوهات مجمعة لفيديوهات 2024. بس انا طبعا كنت تعبانة، بس الحمد لله ربنا شافاني. ربنا يشفيكم ويعافيكم ويشفي كل مريض. فالنهارده هنبتدي ناخد كده شوية فيديوهات أو شوية وصفات، بحيث نلم شوية معلومات يعني. نصلي على النبي كده في الكومنتات ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بما إننا كلنا عايزين بشرة بيضة، ناصعة البياض طبعا، مشدودة، منفوخة، ما فيهاش عيوب. طيب، أو مع اختلاف الترتيب طبعا برضو. يعني في ناس عايزة بشرة مشدودة، في ناس لا عايزة بشرة منفوخة، فأنتي اختاري اللي يناسبك. الأول نتكلم على البشرة المشدودة، لأن دي حاجة مزعجة بالنسبة لكل الستات. البشرة المشدودة دي، بصي هقولك النهاردة على أهم حاجة. 3 4 حاجات بيشدوا البشرة لا محالة ما يخرجش شد البشرة عنهم. هما الصمغ العربي، مر البطارخ، لبان الذكر، الشبة. في حاجات تانية بقى، تحفيز كولاجين ومش عارفة ايه، وكلها أعشاب وخضروات، وتأثيرها حلو جدا جدا. بالنسبة للصمغ العربي من الحاجات الحلوة قوي قوي قوي. الصمغ لو نقعتيه بس في مية لمدة يومين 2 وبقى ملمسه زي العسل كده وزي الكريم، هتفرديه على بشرتك وتسيبيه من ربع ساعة لنص ساعة، وبعدين تشطفي وترطبي. تحفة على حسب نوع بشرتك. والصمغ بينفع لكل أنواع البشرة، بس أهم حاجة لو بشرتك جافة تضاعفي الترطيب، لأنه بيشد البشرة قوي، فبتبقي محتاجة، بيفرغها من الزيوت والدهون، فبتبقي محتاجة إن انتي ترطبي كويس. فما بالك بقى لما اقول لك الصمغ مع الشبه. تعالي ما اقول لك هنعمل ازاي. انا نقعت الصمغ بتاعي. الصمغ احط عليه بصي بقى، معلقتين الصمغ المطحونين هتحطيهم في نص كوبايه ميه، وعليهم نص معلقه شبه. ماشي، بعد ما يدوب خالص الصمغ، اروح مقلبه معاه ايه نص معلقه الشبه. وبعدين احط ايه معلقتين زيت جوز الهند. سواء بشره جافه او دهنيه لازم احط زيت جوز الهند، لان الشبه مع الصمغ بيشدوا البشره جدا، فبيبقوا يسببوا جفاف جدا. تمام كده. وتسيبيها على بشرتك كده شويه، وبعد كده برضو تشطفي وترطبي. عايزه اقول لك ان وصفاتي كلها بالليل وقبل النوم بساعتين، يعني مثلا ساعتين 3 مثلا. تمام كده. اوعي تعملي لي اي وصفه من دي وتخرجي في الشمس، خاصه وصفات الشد اللي فيها شبه او صمغ او كلام من ده. تمام كده. انا لو حطيت الصمغ العربي مع الشبه والنشا، يبقى ضمنت بياض وشد ونضاره. انا لو حطيت الصمغ العربي مع الشبة وزيت جوز الهند، ابقى ضمنت بشرة فلافي وملبن وبديل الفيلر. لو حطيت الصمغ العربي مع الشبة مع نص معلقة خميرة وفردتهم، يبقى انا شديت وبيضت وعملت فيلر. الخميرة من الحاجات الحلوة جدا، جايين اللي احنا بقى الايه للنفخ كمان شوية يعني. من الحاجات الحلوة جدا جدا. انا بقى لما احط معلقه صمغ عربي على معلقه لبان دكر على معلقه مر بطارخ في نص كوبايه ميه، واسيبهم منقوعين، وبعدين اصفيهم، وبعدين افردهم على بشرتي، او اجيب معلقه من كريم المرطب لو انا بشرتي جافه، واقلب الميكس ده واحطه كل ليله، يبقى انا بطل من الابطال. انا لو جبت الصمغ العربي وطحنته فقط لا غير ونخلته، وحطيته على كريم المرطب ودخلته في روتيني كل يوم، وخليته اخر حاجه على بشرتي، قسما بالله لا يشد البشره ويقبض المسام ويخلي بشرتك مزحلقه كده زي السيراميك ومشدوده وقمر. قمر. لو مشيتي عليه اسبوع هتحلفي بيه. انا لو طحنت معلقه لبان الذكر مع معلقه مر البطارخ مع معلقه الصمغ العربي، ونخلتهم كويس تاني، وبعدين رجعت نخلتهم تاني، وبعدين رجعت نخلتهم تاني، وجبت معلقه زيت جوز الهند بكر وقلبت دول مع بعض، وحطيتهم على بشرتي كل ليله، وخصوصا في ال111، وخصوصا عند منطقه الدبل تشين وهنا والجولاين والحتت دي، اقسم بالله لا تدعي لي. عايزه حاجه تاني؟ طيب، انا لو حطيت لبان الذكر مع الصمغ العربي مع مر البطارخ، وبرضو طحنتهم ونخلتهم، وحطيت معاهم ربع معلقة شبة على كريم المرطب، وليكن انا هعمل كريم بنسينول. هجيب علبة بنسينول من المتوسطة العادية دي، وافضيها في علبة كويسة، واحط معاها معلقة صغيرة لبن بودرة، واحط المعالق اللي انا قلت عليها، اللي هي معلقة مر البطارخ ومعلقة صمغ العربي ومعلقة لبان الذكر وربع معلقة الشبة، واقلبهم كويس جدا، واحطهم في علبة،
واحطهم في التلاجة واستخدمهم كل ليلة. قمرين. لو جبت ال3 معالق دول وشلت الشابة ودخلت مكانها الخميرة، بطل الأبطال. أهم حاجة عندي الترطيب يكون كالآتي: هتبخ مية ورد وبعدين تحط كريمة المرطب وعليها جزء صغير من الفازلين. عايزة أشد بشرتي وأجيب من الآخر، هتجيبي لي بيضة وعليها ربع معلقة شابة، تخفقي كويس جدا جدا وتحطيها على بشرتك لحد ما تعرفيش تضحكي، السمايل تيست. تمام كده؟ بعدين تشطفي وترطبي. اهم حاجة عندي الترطيب والالتزام، وان انتي اوعي تخرجي في الشمس، اختاري الوقت المناسب ان انتي تعملي فيه الوصفة. تمام كده؟ عايزة اقولك ان انتي لو جبتي الصمغ العربي ده وجبتي معلقة واحدة من البطاطس المهروسة البيوريه، البطاطس اللي هرسة البيوريه دي، وحطيتي عليها معلقة صمغ عربي كبيرة، يعني مثلا البطاطس تكون معلقة كبيرة والصمغ العربي يكون معلقة كبيرة، تخلطيهم مع بعض كده كويس، بعدين تحطي لي عليهم نص معلقة زيت جوز الهند وربع معلقة خميرة. ده كريم مش هتعرفي تجيبيه من اي براند، جربيهم. انا لا بقولك على حاجة خطيرة ولا حاجة دينجرس، يعني ممكن اللي انا بقولك عليه ده ممكن لو جه في بقك وكلتيه مش هيضرك. الصمغ العربي بيستخدم في الجيم، وكل الكباتن بيستخدموه في الجيم، سر من اسرار الجيم. البطاطس ما فيهاش حاجة والخميرة ما فيهاش حاجة. من الحاجات الحلوة قوي قوي قوي. مش عايزة اطول عليك الفيديو، بس انا بجد الوصفات اللي انا قلت لك عليها النهارده دي من الحاجات الحلوه. تابعيني بقى، الوصفات الجايه هتبقى فيلر، وهننفخ بقى خدودنا وشفايفنا ببسيط البسيط. اتمنى ان انا اكون جاوبت على جزء من اسئلتكم، واشكركم كلكم، واعملي سبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل جديد. اجابه بس لسؤال مهم برضو: انت ليه قبل اماني ما بتعمليش الفيديوهات عملي؟ علشان انا لما اقول بعمل عملي يا جماعه، انت بتقولي لي لا انت زودتي، لا انت قللتي. انت بعينك اتعلمي تعملي لنفسك بعينك انت، وتعلمي تعملي كريماتك اللي ترضيكي انت وحسب بشرتك انت. اتعلمي، مش كل حاجه عايزاها على الجاهز. قريب جدا جدا هعمل لك حاجه حلوه قوي وهتكون مفاجاه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.